السلام عليكم. نبغى نتكلم عن العلف. هذا جمع الزغاليل. البعض منهم يسأل أو يشوف، وأنا من الناس بعد اللي غلط. ما قلنا ما في أحد غلط، لا، كل ما في أحد ما يغلط مهما كان. البعض منكم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عنده زغاليل طيبة وعلفه طيب واللي يعلف طيب وزين، وش يسوي؟ يروح يشوف أحد منزل علف ويمرها الزغاليل ويقول يلا أنا أبغى نفس العلف. إذا تبي لحم عليك بالبروتين، إذا تبي شحم عليك بكثرة الذرة فقط لا غير، ما تحتاج أي شيء. أنا من الناس اللي أعرف زغاليل ما شاء الله تبارك الله طيبة، في بعضها ردي، ما أقول إنها كلها طيبة، لا والله، في بعضها ردي وفي بعضها طيبة. في عشة عندي كمثلا إنها طيبة بالحياة كلها، وزغاليل طيبة وكل شيء طيب. وش أسوي؟ أروح أشوف واحد منزل علف خلطة مع خلطات علف، وأروح هذول يسوي زيه. وأنا أصلا إنتاجي اللي عندي بعلفي اللي عندي نفس أحجام اللي عنده الزغاليل، ما في اختلاف. فهذا أكبر غلط اللي حنا نطيح به، وطحت به أنا أكثر من كم مرة. فمدام علفك وخلطتك تنتج لك زغاليل طيبة، خلك على علفك. أما تنتج لك زغاليل بس بدون شحم، يا أخي كثر الذرة. تنتج لك زغاليل أكثر شحم بدون لحم، يا أخي كثر البروتين، نسبة البروتين يعني تقريبا 80% بروتين كمثل، و30 إلى 40% ذرة كذا. عاد أنت وخلطتك، يا تزود الذرة يا تنقص الذرة، يا تزود البروتين يا تنقص البروتين. فنصيحة وجه الله.